في راس اي جبل في راس اي خور يخشوا يقول لك والله الله رسل لنا نبي اسمه ده النبي زنبريط. يعني عادي توقعهم، لانه الايام الجايه ما عندهم سواد في الميدان. جروا من الدبيبات، اللسان اللي كان طويل بيتكلم ساقهم دج، الجيش ساقهم دج من الاذاعه. لو فعلا في جبل مويه، ومن جبل مويه جاب عليهم بالنيل الازرق وبسنار وبمدني وبلاهم، ولا انسحابات بلاهم البل درمان نطفت، الخرطوم كلها نطفت، بحري كلها نطفت، العاصمه كلها نطفت، صالحه اخر حاجه جرى من صالحه، الليله شغالين فوقهم جغم بقى في الدبيبات ذات جرى خلوه، الليله يطلعوا اسرهم، ناس برشا بدا يجروا طلعوا اسرهم ودوهم الضعين، وناس ودوا عيالهم نياله، وناس ودوا عيالهم جنوب السودان. في جنجويد عرض الفاتحه الجبوري، شفتوا الفاتحه الجبوري بتاع اللسان الطويل، جرى من الدبيبات، جرى عديل من بزود المناطق دي. الفاتحه الجبوري ده عرض عديل وصل نياله، ولا وصل الضعين، وصل نياله، جرى كلهم. الفاتح الجبوري الفتره اللي فاتت دي قاعد بنظر وبيتكلم وبحرش من المتحركات دي، جغمت الجماعه في الدبيبات يا معلم، شال بوجي وصيد، وحتصيد الفاتح الجبوري. انا متاكد الجبوري ده هسه كان ما في نياله، كان قريبه كده بكون مرق في افريقيا الوسطى ولا مرق له في دوله واحده. ما بيقعدوا ديل، ما ناس حاره، ديل قلنا لكم انتم ما ناس حاره ولسانكم طويل زي قلنا لكم. المتحركات دي حتجي تبين لكم خطوه وحنجيكم بالباب، ما في زول ولا في زول باذن المواطن. جايين لكم انتم كمكواكات كادارات اهليه كملايش. طول السنين اللي فاتت كنتوا في الناس على اساس قبلي، واذيتوا كل السودان شفوا وبتاع، ومارقين متحركات ومرقين فزع من هنا وهنا. الليله وقت الدور بقى عليكم، وكان الدور اللي جاتكم من يعني زمان انتم قاعدين في الدبابات وفي الضعين مرتاحين وبترسوا هذا الشفشف ويجيبوا لكم المشفشف. الان الغلط جاتكم في اماكنكم، وما في زول بيهبش مواطن، ولا في زول جاي يأذي مواطن، لانه الجيش وقت دخل الخوي ما اذى مواطن، لان المواطنين عايشين في امن وامان. الدبابات دي هسه فوق الجيش، فوق المشتركه، ما في زول اذى له زول. وده الحاجه واحده من الحاجات اللي قاعدين تسوقوها كجنجويد، قال لك ما عارف الجيش ما في زول. انتوا قاعدين الجيش قد بخش اي منطقه، شوفوا المواطنين قاعد يستقبلوهم كيف، وما حصل منطقه دخل الجيش الناس جروا خلوها. وقد دخلتوا الخوي ناس الخوي جروا خلوا الخوي، وقد دخلتوا النهود ناس النهود جروا خلوا النهود. ناس الدبابات نفسهم جابوهم في افادات مسجله، قالوا نحن كتر خيركم الجيش جيتنا، الناس زي الازونا والناس زي احنا كنا برا، بعد ما انتوا جيتوا احنا جينا راجعين. والليله اي منطقه يخش الجيش حتسمعوا فيه افادات من المواطنين عن زي الميليشيا. هسه ناس الضعين بيكونوا قاعدين على حره من الجمر، بكره لما المتحركات دي تخش الضعين تعالوا اسمعوا الحكايه. وبعد حتسمع الشعب يطلع ناس الضعين ذاتهم اللي واخدين لهم رهائن، حيطلع يقول لك والله الجيش واحد الشعب واحد، وحيفز كل الادارات الاهليه حتفز. زي ما فزوا كلهم من الخوي، وفزوا كلهم من الخرطوم، وفزوا كلهم من الدبيبات، بكره حيفزوا من المجلد، وحيفزوا من بابنوزه، وحيفزوا من ابزبد، وحيفزوا من الضعين، وحيفزوا من نياله، وحيفزوا من كل المناطق. واي محل دخلوا الجيش حيستقبلوا استقبال الفاتحين. ودي رسالتي من هنا للجيش. طبعا الناس محترفين ما بوصوكم ادوا تعليمات ووصايا وتوعيه ذاته للجنود عديل، انه جندي نحن داخلين عشان نبل الميليشيا ونجيب الامن والامان للمواطن ده. ما في زول عنده شغله بمواطن، لا في زول يسال مواطن، لا في زول يهبش حق مواطن، وانتم ما بوصوكم ولا بقولوا لكم الكلام ده. انتم قدروا يا جيش عارفين الكلام ده، لكن برضه ذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. كويس، نذكركم من باب الذكر كده بس، انه يا اخي محل دخلتوا ده وحاولوا انه وثقوا لنا وورونا انه كل الاكاذيب والخزعبلات اللي بتعملها الميليشيا دي لازم تكذبوها بالافعال والافادات من المواطنين نفسهم، ولازم يحكوا عن فتره وجودهم في المناطق دي. الناس دي كلهم صيجوا، ناس شغلهم عريت برشم رافعين، قال اثنين بس، يا نصر يا شهاده. طيب برشم انت صيدت من كل المناطق، انت قاعد في الدبيبات، الشهاده جاتك في الدبيبات، ابيت تسيت ولسه قال بيتكلم بيقول يا نصر يا شهاده. طيب انت في الدبيبات مكان ترقص، يا انتصرت جريت مالك يا برشم، جريت من الدبيبات، وبكره حتجري من ابو زبد، وحتجري من المجلد، وحتجري من الضعين، وحتصيجوا جد. اسمعوا الكلام ده كويس، اسمعوها مننا والله حتجروا. العواطليه حقنكم في الميديا اللي قاعدين يسوقوا لكم ديل ناس غاشينكم والله حتجروا، زي ما جريتوا من الخرطوم وجريتوا من صالحه وجريتوا شوف في عقر دارك يا برشم، في الدبيبات جريت خليتها، بكره حتصيج. اسمع الكلام ده لنا سنين قاعد نقول لكم حتصيجوا من المنطقه اللي هسه قاعدين فوق. انتوا ما داير لا نقاش، مساله الزمن بس. النهوض بكره حتصيجوا منها. هسه واحد بيقول لك ليه الجيش في الخوي واقف لانه في تكتيكات، في حسابات، في تدابير، في امور. الجيش كويس انه ذاته الجيش والمشتركه ما شغالين بشغل اعلام،
واحده من نعم ربنا علينا انه نحن جيشنا ده ما شغال بتعليمات اي هوا بتاع اي زول بتاع لايفات ولا اي زول في الميديا وبينظر. لو كان شغالين بهوانا ولا حسب يرضونا نحن كناس بنكورك في الميديا اللي كان الليله كل خطه كلها فشلت. لكن الجيش شغال بمزاجه بتعليماته وخططه في الميدان. شفتها؟ سايق الناس زي الدج من وين؟ استلم مخازن بتاعت اسلحه بتاعت مسيرات بتاع كميه من الحاجات، ده بخطط بتاع جيش. الميليشيا في ظرف اسبوعين جاي استلموا الخوي واستلموا النهوض، الناس دي كلها قامت واق واق واق، الجيش ظبط اموره في اسبوع ورجع الخوي. وجنجويد جو تم بل جنجويد جابوا لهم 9 مجموعات. تتذكروا الايام اللي فاتت قبل اسبوعين؟ الان مؤمن الخوي شغله بعد ده بكره بعد بكره من غير تفاصيل حتسمعوا انه بارا بطفت كيف ومكان. كويس انه الشيء ده بقى بعيد من الاعلام. تحيه للجيش وتحيه لكل المتحركات وقياده المتحركات. الاخير بس انه دخلنا البارا، دخلتوا 200 وكيف نحن ما دارين نعرف. المتحرك ده اتحرك 200 ما دارين نعرف. ده شغل الخوي ده. اصبحنا نمنا اصبحنا لقينا والله الجيش جوا الخوي. يوم الثاني جنجويد جو والله متقول لهم 9 مجموعات. نفس القصه النهوض. الجيش ما حيوريكم هو ماشي ولا بيعمل في شنو. يوم حتصبحوا زي ما سمعتوا حتصبحوا انه والله يا اخي هسه بتاع صالحه ده. بتاع صالحه ده في زول كان عارف صالحه ده هو جنجويد قاعد يتفاجئوا. ده شغل بتاع والله. تحياتي لكم يا جيش وتحياتي لقياده الجيش الباعد الشغل ده عن الاعلام وعن الهوى بتاع الميديا. لانه كويس انه الجيش ما شغال بتعليمات الميديا، شغال بمزاجه هو بتكتيكه هو. يعني صالحه ده اصبحنا والله لقينا والله قالوا هاي الصالحه دي اتملصت، الناس بقال ده جرب مرقوا زفنجات مرقوا حفيانين انا عندي سكري مرقوا يقولكم. نفس القصه كويس حتحصل في الفتره الجايه في كل المناطق. الدبيبات دي ما في زول كان عارفها، سمعنا انه الدبيبات اتملصت. نفس القصه انتوا بكره حتقعدوا تسمعوا انه والله الملجا اتملصت، حتسمعوا انه ابزبد اتملصت، حتسمعوا انه والله بارا اتملصت، حتسمعوا انه هود اتملصت، حتسمعوا كله. وجينا قاعدين يجروا الجري محل يجروا ذاته ما في. اجمل حاجه قاعد يعملها الجيش شغل كويس. وهذه الدوله باقيه. انا زي ما قلنا لكم عنده رجال وعنده جيش وعنده قوه اللي يملك يواجه. زماننا ده ما زمن لوك 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 لوك. اللوك الكثير ما بيجيب حاجه. العالم لا يعترف الا بالقوي، والسودان ده ما بيعيش فوقه الا القوي. انت قوي والله يا اخي زي تركب وتعال. انت ما قوي قفل دي واسكت واقعد تكورك في الميديا ده تكورك للسنه الجايه والله ما حتعمل اي حاجه. والزحف ده مستمر. الزحف ده مستمر تكوركوا تنططوا تسووا ما في زول عنده حاجه لزول. طيب نمشي لقدام. طيب الجنجويد كويس في منطقه عده البيضاء. منطقه عده البيضاء الناس اللي بيعرفوا الفاشر بيعرفوا منطقه عده البيضاء بتقع وين، يعني قرى او قريه من قرى التابعه للفاشر. امداد للجنجويد تناكر بتاع وقود كده، وطبعا ماشي امداد وقف تقرير البلد ما فوق هناك. واو الجماعه الشباب مرقوا لهم اشبال الفاشل ده، الاشبال صغار يعني اللعيبه الكبار ما مرقوا، دول الشفات الصغار صغار بس مرقوا لهم معلم وساقوهم لك. ايوه منطقه عد البيضاء. ايوه كويس. الناس اللي من الفاشل بيعرفوا عد البيضاء، وفوقيت يكون في ناس من عد البيضاء ذاته بيكونوا عارفينها كويس. المنطقه دي قبل فتره كانت جنجويد اول، فتم جغم الامداد ده وجغم العربات العامله حراسات للامداد اللي هو عربات بتاع وقود، ومعاهم شويه مرتزقه وشويه عتاد كده للميليشيا اكل وشراب وشويه حاجات. فتم جغم الشغل ده بنجاح يوم 27 اللي هو شهر 5 2025. وكل شيء بالدليل قدام النور والجمهور مصور تمام. فانا بالنسبه لي ميليشيا كميليشيا مهزومه، ميليشيا هربانه من كل المناطق. انا جيتك في عمقك انت جريت، يعني الخوي جريت منا. يعني انا ما اعرف، لكن الناس الداعمين الميليشيا دول عندهم ياتوا لسان بيتكلموا به مع الاخرين. يعني انت دول شغلك كله جري كله جري. وبالمناسبه يا سودانيين في برضه معلومه ثانيه من نيالا. في بيلي مدور بين الجنجويد فيما بيناتهم داخل نيالا من امس بده يدوروا بيناتهم، الليله تبلوا بيناتهم امس والليله شغالين فجر بيناتهم فجر شيء. ربنا يحفظ الاهل هناك في نيالا اختلفوا شغالين خلافات قبليه بيناتهم، شغالين جغم ومتك من طرف بيناتهم كويس. ان شاء الله انتوا قبل ما الجيش يصلكم انتوا حياتهم بيناتهم دي قاعدين يمارسوها على اساس بيناتهم ذاته فجر. ده بيجغم ده اللي هو خلا عارف ضابط خلا ديل عيال وعيال فلان وعيال قبيله فرتقان وشغالين. امبارح دوروا بيناتهم، الليله دوروا بيناتهم، وحنطالب بعدم ضبط النفس ومزيد من البل بيناتكم
طيب نمشي قدام. الله يا جلجبيت، لو عارفين الراجيكم شنو، لو عارفين الراجيكم شنو، ولو عارفين الجايكم شنو، زول فيكم بيقعد ما في تعملوا دقي دقي. صدقوني الدقي دقي ما بيحل لكم شغل ده. الشغل الجاي الفات ده كوم والجاي ده كوم تاني، الفات كوم والجاي كوم تاني، والجاي ده لا قيمة لكم به. البيك البيناتكم ده الواي واي البيناتكم ده ما بيحل لكم. طيب برضو عندي موضوع، رسالة لأهالي الغرابة كلكم. تعالوا جاي يا غرابة. تحيل بقيت أهل السودان كلكم، انتوا كده خلوكم لي بالجنبة. كل الغرابة تعالوا بكل مكوناتكم، بقبائلكم، بأميكم، بجاهلكم، بالسكاري حقكم، بالمتعلم حقكم، بإمام الجامع حقكم، بكله. تعالوا جاي يا غرابة كلكم قربوا. واحدة من آليات أو من الرموز أو بيرمز لأنه الإنسان ده أنا مرات بستغرب جدا لما ألقى بالذات إنسان نحن في غرب السودان في زول يقول لزول يعني بتصارع في سودانية بعض، أنت سوداني وأنا ما سوداني. كونه غرابي يكون شايف هو نفسه سوداني أكثر من غرابي ياخدها، دي ذات حد ذاتها أزمة بالمناسبة. نرجع لورا شوية. السودان كجمهورية بحدود الجغرافية الآن اللي موجودة، السودان ذاته كجمهورية بحدود الجغرافية الليلة ده اتكون 200 وكونوا منه، كون 200 وكونوا منه. طيب السودان ده من نرجع لورا شويه من تاسيتي وكوش والممالك المسيحيه والقصص دي من قديم الزمان، ممالك وبتاع ولا التاريخ اللي بيعرفوه الناس وسردناه قبل كده. طيب نجي للفتره القريبه الجاي. محمد علي باشا رسل ولده اسماعيل باشا وقبعد بحر، رسل ولده اسماعيل باشا لاحتلال السودان. المق نمر في شمال السودان عمل شنو؟ سكر اسماعيل باشا. محمد علي باشا عمل شنو؟ عمل حاجه بكون كلكم درستوها اسمها حمله الاسترداد. جساك قواته وجيشه ووقع طقع في الشعب السوداني. بدا من الشماليه انتهى كده وطلع شرك واستلم الشريط بتاع النيل ده وشغال فجر في الناس. فيها 6 مليون سوداني، 6 مليون سوداني. محمد علي باشا بعد ذاك جاء واشتغل ياهو، انتهى من النظام بتاع الكامل الحكم المحلي حقنا كسودانيين، سواء كان بتاع الممالك او الحكم القبلي او وات سميه زي ما تسميه. طيب بعد ذاك فيما بعد جت حالفوا مع الانجليز في 1880. بعد ذاك اشتغلوا وبعد ذاك جات لغايه ما جات جل الانجليز وعملوا السودان بشكله الحالي ده.